السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهاردة أولى حلقات كان 2025. هنعمل حلقات تغطي البطولة، نتكلم على منتخب مصر طبعا وبقية الفرق وأبرز الفرق اللي في البطولة. هنحلل الماتشات أسبوعيا، نشوف ايه أبرز الفرق وايه مشوار منتخب مصر خلال البطولة إن شاء الله. بداية النهاردة هنتكلم عن المنتخب طبعا، وأول مباراة مع زيمبابوي. بداية هنتكلم على القايمة بنسبة نقدر نقول 90%. قايمة ممتازة، فيها معظم الفرق اللعيبة اللي احنا كنا محتاجينها. تعليقي على اتنين لعيبة، طبعا محمود مرعي في خط الدفاع. يعني معرفش ازاي كابتن حسام فضل خالد صبحي على محمود مرعي، مش قادر افهمها الصراحة، وخصوصا ان محمود مرعي ابرز مدافع موجود في الدوري المصري دلوقتي. وعندك برضو قطة في رقم 8 في خط النص، كنت هتحتاجه في الماتشات الكبيرة. عايز تقفل، عايز تلعب بتمانيتين بيجيله الضغط زي قطة وإمام عاشور وراهم مروان عطية، كان هيبقى مفيد جدا الصراحة. لكن خلاص، القايمة اتحددت وهي دي اللي هنكمل بيها البطولة. لو بداية مع منتخب مصر، بدايته هتبقى مع زيمبابوي. زيمبابوي مش من الفرق القوية يعني، فممكن التشكيل يميل هجومي اكتر. ما تلعبش ب2-6، مش هتحتاج انك تلعب ب2-6. لو بصينا على التشكيل هنبدأ بمحمد الشناوي، الحارس الأكثر خبرة، والاتنين المساكين أنا أفضل حسام عبد المجيد وربيعة لخبرته. وهيبقى عندك في الدكة محمد إسماعيل وياسر إبراهيم وخالد صبحي. محمد إسماعيل وياسر إبراهيم طبعا برضو هيبقوا دكة كويسة، فما فيش مشكلة في الناحية الدفاعية. لو رحنا ناحية اليمين ما عندناش، يعني صعب ان انت تلعب بأحمد عيد، فهو ما فيش غير محمد هاني. انا هبقى قلقان من الجبهة دي طبعا، لان محمد هاني هو بيمر بفترة كويسة، لكن هو مش افضل حاجة دفاعيا. فالمنطقة دي هيبقى فيها قلق في الماتشات. هنشوف بقى خلال الماتشات، يا رب يبقى في حالته ويبقاش عندنا مشاكل من الناحية دي. الناحية التانية أحمد فتوح أنا شايفه بيمر مستوى جيد. محمد حمدي معاه طبعا برضو ماشي بشكل كويس، بس أنا أفضل أحمد فتوح أكثر خبرة والمستوى أعلى أكيد يعني. لو رحنا لخط النص، تركيبة خط النص أنا أفضل يبقى واحد زي مروان عطية، ومعاه إمام عاشور، ولاعب تاني هجومي. انا افضل تريزيجيه. انا افضل ان الثلاثي خط النص يبقى كده مروان عطية، امام عاشور، تريزيجيه. لو رحنا للخط الامامي، انا ما حاسس انه يعني ما ينفعش نختلف عليه، هيبقى مرموش وصلاح ومصطفى محمد. في بقى حاجة تانية محتاجين نتكلم عليها، ان يبقى في مرونة تكتيكية عند الكابتن حسام حسن خلال المباريات. في مباريات هتحس انها متعقربة متقفلة، محتاج تلعب على العرضيات. تقدر تغير الشغل التكتيكي بتاعك للخطة 3-4-3، وتخلي الوينجات فتوح وزيزو، ويبقى اللاعبين اللي في النص هيبقوا زي ما احنا، مروان وإمام، والتلاتة اللي قدام نفس الشكل. بس تزق بقى مرموش مع مصطفى محمد، ويبقى عندك وينجات تقدر تلعب لك لمرموش ومصطفى محمد على ضربات الرأس، وهما الاتنين بيجيدوا الضربات دي. وتزود بقى الجزء الهجومي بتاعك. برضو ممكن في احداث المباراة تحس ان مصطفى محمد مش موجود، هتدخل عمر مرموش مكان مصطفى محمد، وتخلي الوينج هو تريزيجيه، وفي نص الملعب بقى تضيف واحد زي زيزو، فيبقى عندك جزء هجومي بشكل اكبر. في حالة ان انت لقيت الماتش معقرب ومش قادرين نوصل للجون.
فالفرقة فيها مرونة تكتيكية، الحمد لله. تقدر تزود الجزء الهجومي، تقدر تزود الجزء الدفاعي. لو الماتش عايز تقفل ممكن تزق جنب مروان عطية إذا كان حمدي فتحي أو مهند لاشين. فالفرقة فيها مرونة تكتيكية إن شاء الله نقدر نتغلب على كل السيناريوهات اللي موجودة في الماتشات. ده بشكل سريع ازاي نقدر يبقى عندنا مرونة تكتيكية، ازاي نبدأ ماتش زيمبابوي. وخلال البطولة ان شاء الله هنبدأ نشوف اداء منتخب مصر. نتقابل ان شاء الله بعد مباراة زيمبابوي بعد الجولة الاولى عامة، نشوف ابرز الفرق وازاي مصر ادت في ماتش زيمبابوي وازاي نكمل البطولة. اهم حاجة ان احنا نركز على ان احنا نبقى مركز اول، فنحاول نتخطى الثلاث ماتشات بأعلى نقط في المجموعة. ماتش جنوب افريقيا هيبقى اخطر ماتش. الجولة التانية ان شاء الله هنشوف مستوى جنوب افريقيا في الجولة الاولى ونقدر نتكلم على الماتش ده ان شاء الله. ده كان بداية سريعة للبطولة. ان شاء الله انتظروني بقى نكمل مع بعض رحلة البطولة. اشوفكم على خير. السلام عليكم.